اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. حلقة مهمة جدا، يا ريت في البداية لايك وشير واشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. سيادة المستشار استاذ مرتضى منصور اصغر مؤلف قانون في مصر فتح النار على الصحافة والاعلاميين ومخلاش، وبالذات اسلام صادق. بصوا، قال عليه كلام يودي الحبس، قال عليه واطي وقال عليه كذاب وقال عليه لو راجل يعمل، وقالوا بتاخد منشطات. بصوا يعني ما خلاش. هتقول لي يا عم ازاي يقول كده؟ اقول لك شوف بنفسك. لكن مش بس هنتكلم على اسلام صادق، خليك معانا لاخر الحلقة علشان في حاجات مهمة تخص موضوع الحشيش. نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز اتكلم فيه. عايز اقول لعيل اسمه اسلام صادق بطل كذب وقله ادب. بطل كذب وقله ادب وطيان. بقول لك انت عيل كذاب، انت عيل كذاب يا اسلام يا صادق، انت عيل كذاب ولازم تتشطب من نقابه الصحفيين لانك بتطلع اخبار كذب. بص يا سيدي، تصاعد ازمه فتوح وجمعه مع المنشطات. النادي تهدد بايقاف لعيبه الزمالك في حاله عدم خضوعها للتحاليل. هات لي بقى الجواب الكلام ده يا كذاب. ولا انت بتخدم على مين يالا يا كذاب؟ قلت لك قبل كده 100 مره بطل كذب وبطل ابتزاز. اول ما نردش عليك في التليفون عشان حجمك الطبيعي انك لا تساوي جنيه تروح منزل الاخبار كلها كذب. خطاب رسمي للجبلايه والرابطه بمنع مشاركه اللاعبين. عايزين يشوفوا الخطاب، ورولي يا كذاب، ورولي قليل الادب، ورولي. انت بتقبض من مين؟ ولا هي البت ياسمين عبد العزيز اللي خلق الراجل صلاح صاحب الجورنال اللي هي نايمه في النادي الاهلي على طول؟ بتسلطك تقل ادبك علينا. مش انت راجل؟ ورينا الجوابات، ورينا الجوابات. اول مره يا ابني راجل، تاني بقول لك اهو، انت لو راجل طلع جوابات. انا بسالك انت راجل؟ طبعا ده خبر. ولا مش غلونه في سن؟ ده مين ده؟ اعلامي بأمارة ايه؟ تاني، ما انا هدي بالجزمه اي حد يقل ادبه. النظام بتاعنا كده، اللي يقل ادبه ياخد بالجزمه. تاني يلا بقول لك تاني، بطل وساخه. ولا يا اسلام، وهي على فكره انا وراك في القناه. طبعا بطل بقول لك تاني، بطل وساخه. فين الجواب؟ يا كذاب يا واطي. فين؟ ما انا مش هسيبك. بقول لك ما عنديش الا الجزمه. وكل مره تعمل مصيبه تطلبني ما بردش على اشكالك عشان حجمك. انت مين؟ خد بقى الزمالك. المنشطات تلاحق جمعه وفتوح وثلاث نجوم مهددون بالايقاف. دمك اللي مهدده بالايقاف يالا. واتجاه لرحيل سامسون. ايه الهزار الرخم ده؟ تقول لي منشطات؟ ده انت اللي تاخد منشطات. انتوا بتفوقوا؟ شوف يا اسلام يا صادق، رئيس نادي الزمالك بيقول عليك ايه؟ ما انت ياما قعدت في البرنامج انت ورضا عبد العال وتفضلوا تهبدوا وتطلعوا ترند على حاجات مش حقيقيه. شوف المره دي بقى سياده المستشار هو اللي قال على لعيبته ايه، ولما طلعت تتكلم شوفوا بيقول عليك ايه، ودي اخرتها. لكن ما تسالنيش ايه اللي دخل ياسمين عبد العزيز في الموضوع. وطبعا زي ما حضراتكم شفتم رئيس نادي الزمالك مسكه غسيل ومكوى. طبعا يعني الاستاذ اسلام صادق عنده شاشه يقدر من خلالها يرد، فهو ادرى باللي اتقال وهو فيه لسان يرد. لا تتعب دماغك وتسال نفسك، هو جت معاه كده فما تدورش وراه. لكن نروح بقى للاهم والتحليلات وموضوع الحشيش والكلام ده كله. يعني الموضوع وصل لايه؟ قصه انتهت الى الابد. تاني انا اعلن اهو، القصه انتهت الى الابد والقصه خلصت وقفلنا الصفحه على فكره، واتقفلت كلها على بعضها. ما عادش لها ديول يا كدابين. اللي قال الحشاشه واللي قال مش عارف ايه. هو انت عارف المخدر ده ممكن يكون ايه؟ هو المخدر ده منشط؟ لا انا عايز اسالك، هو المخدر منشط؟ لا. سؤال يعني، المخدر منشط؟ انا قلت قبل كده مواد تانية. المواد المنشطه غير المواد المخدره. دي حاجه ودي حاجه. ماشي، انا قلت قبل كده الفرق بين الحشاش وبين السكران. ركز معايا يا صبري. الفرق بين الحشاش، انا عمري ما شربت سيجاره كلكم عارفين، ولا حتى كوبايه شاي.
محمد رجب بيهز، ما انت بتهز دماغك ده معناه انك ما هو- عارف محمد. احنا شفناهم في الحوادث يا مرتضى. القصه لما قالوا الواد الاداري، فهو راح مكلمني قال لي ده مش عارف واخدين ايه. فانا لا اتستر على حاجه. خلاص. اولا العينات كلها طلعت سلبيه. البس يا اسلام. شوف دي خبر جديد وايجابي. خبر. البس يا اسلام. لبس ولا لسه؟ البس يا ياسر. انفراد. البس يا محمد يا نبيل. لبستوا؟ خلاص؟ عيب. انتوا متضايقين ان الولد فتوح لما عرفنا ان النتيجه سلبيه قلنا له اتفضل ده ناديك. الجنونه شغاله. العينات كلها سلبية كلها. والبس يا اسلام والبس يا ياسر، ده الناس كلها لبست يعني. وانت اول واحد المفروض تلبس. يلبسوا ايه؟ مش انت اللي طلعت وقلت عليهم بيحششهم وبتوع نسوان وفي مخدرات في جسمهم؟ انت اللي قلت، وراجع تقول لي عيب للجماهير وعيب للاعلاميين وعيب للصحفيين، ومفيش عيب عليك انت. ده انت اللي طلع يعني. انت بتلوم على الناس اللي بتناقش الموضوع اللي انت اتكلمت فيه، وانت ذات نفسك اللي طلعت الموضوع. عادي عادي يا جماعه، طلعت في دماغي اصل كنت قبلها بكام يوم خبطت في كذا حاجه تانية، فكان لازم اطلع بترند عشان اداري على اللي قلته قبلها بيومين. صح كده؟ ما احنا فاهمين وعارفين اللي فيها. فيعني وبتتكلم مع الاستوديو معاك يعني، بتقول لهم الفرق بين المخدر اللي محشش واللي شارب، وركز يا صبحي. يا عمي يعني هما يركزوا في ده ليه؟ دي قناه رياضيه، قناه رياضيه. هو انت فاتح قناه لا مؤاخذه بتاعت يعني كباريهات في ايه؟ ومش معنى بتتكالوا على اسمه قوي يعني بتقول له ركز. ايه ماله؟ هيجي عليه الدور هو كمان في يوم من الايام؟ ولا الدنيا ماشيه معانا ازاي؟ نروح بقى ايه لحاجه ثانيه في يعني في النادي. اكيد يعني مش كل الاخبار سودة. اكيد طبعا دايما بتقولوا الزمالك وملوك الصالات، ملوك الصالات. نشوفوا بقى ايه اخر حاجه في ملوك الصالات. طبعا احنا اعلنا فريق السله بنات استغنى عنهم كلهم، ويروحوا بقى يتجوزوا يشوفوا لهم اسباب عشان دول مستهترين. وهنلعب بالفريق الصغير 18 سنه اعتقد. الفريق الصغير فريق مع برضه في كره الماء في تحت السن كده برضه سرحناه. نادي الزمالك نادي بطولات، واحنا كل ما نعمل حاجه حلوه عايزين تبوظوها. القطر تمام. ثاني يوم اللي جان قله ادب وشتيمه يعني مش الاستاذ احمد مرتضى منصور كان دافع ملايين وجايب لعيبه من الاهلي وجايب لعيبه مش عارف منين وبياخدوا ما شاء الله فلوس محترمه؟ هتسرحهم وعقودهم دي مش خسائر؟ بصوا يعني ما علينا، احنا كفايه علينا النهارده كده. نعمل اللايك بقى والشير والاشتراك في القناه وخلاص. فتوح طالما ما بيحشش. امال عبد الله الجاي اعتذر على ايه يا سياده المستشار؟ اقسم بالله العلي العظيم الواحد دماغ بتلف. الواحد عايز يقوم يشرب 20 فنجان قهوه عشان يبدا يعرف يتكلم معاك، يعرف بس يستوعب اللي انت بتقوله. يعني طلع صرح بدل مره مرتين وجاب لك لعيب واعتذر لك وقال لك فتوح ما جاش يعتذر، قال لك لا ده فتوح محترم والعينه سلبيه. ويعني معلش يا جماعه يعني هي كانت بس ايه، هو كان ترند كده زي ما احنا قلنا من شويه حكايته ايه. وبكده نكون وصلنا للنهايه، وكتر خيركم انكم وصلتوا معانا لحد هنا. فنعمل لايك وشير واشتراك في القناه علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. تحياتي لحضراتكم.